تعالوا نتكلم عن اعلان فيلم ظنان الجزء الثاني. ظنان الجزء الاول كان من انجح افلام سلسله ذا كونجرينج، وكان بيحكي لنا قصه فالك والعدو الاساسي في فيلم ذا كونجرينج 2. الجزء الثاني ده هيحكي لنا طبعا ازاي فالك هتخرج للعالم الحقيقي، وهتحاول انها تكمل الخطه بتاعتها بعد ما خرجت من كنيسه رومانيا وكمان استحوذت على جسم فرنشي. بنشوف هنا برضو بيحاول ان هو يكمل حياته، راح يشتغل في المدرسة دي، لكن واضح انها طبعا مش هتخليه يكمل حياته بشكل طبيعي. بنشوف ايرين برضو دلوقتي الطقم بتاعها اتغير من الابيض للكحلي، لان في نهاية الفيلم الاولاني هي بقت رسميا راهبة. وبنشوف هنا هي كمان بتحاول تكمل حياتها وراحت تشتغل في المدرسة دي. ممكن كمان دي تكون المدرسة اللي كانت بتشتغل فيها أصلا في أحداث الجزء الأول قبل ما تعمل أي حاجة ليها علاقة بكنيسة رومانيا وفالك. الطفلة الأساسية معانا هنا اللي بتتكلم وبتشتكي من إنها بتشوف المناظر المرعبة دي، واضح إنها من الأقلية اللي بتتعامل مع الموضوع ده وبتشوف هجومات فالك. فأعتقد إنها هي ممكن تكون الهدف الجاي بتاع فالك، وممكن كمان هي يكون عندها مثلا القوة الخارقة اللي عرفنا إن في بعض الشخصيات في العالم ده بيكون عندهم، عشان بتخليهم يقدروا يشوفوا للعالم الآخر ويحسوا بيه أكتر من الناس العاديين. بنشوف الشخصيات بيتكلموا عن تاريخ اكتر لفالك، وعن ان الشخصيه دي كان عندها طاقه هائله زمان وعايزه انها تسترجعها. اعتقد هنا انها تعمل ده باستهداف اكبر عدد طبعا من البشر والسيطره عليهم عشان تقدر تسيطر على العالم. وكذا مره اصلا اتكلموا على ان الشخصيه دي هي من اقوى الشخصيات الشريره اللي بيتعاملوا معها الشخصيات في سلسله ذا كونجرينج بشكل عام. عشان كده طبعا بيوفروا لها مشاريع كتيره جدا. عندها دلوقتي ظهرت في 3 افلام لحد دلوقتي. بنشوف هنا لقطتين ممثلين الفيلم الاول. اول حاجه لقطه الطرقه اللي بنشوفها هنا دي، ودي زي اللقطه اللي كان في افتتاحيه الفيلم الاول، وفالك بتهجم على الراهبات لاول مره في كنيسه رومانيا. وبنشوف برضو اللقطه اللي فيها هنا ايرين حواليها راهبات كتيره شكلهم مش حقيقي، واعتقد برضو ان ممكن يكون في حاجه كده زي الفيلم الاول، ان اغلبيه الناس اللي موجودين في المدرسه دي مش حقيقيين اصلا، وكلهم بيتم السيطره عليهم من فالك. واعتقد برضو نظريتي عن سبب استهداف فالك للشخصية دي عامة، طبعا اول حاجة عشان تنتقم لانها حبستها مرة تانية في احداث الفيلم الاول، وتاني حاجة ان ايرين من الشخصيات اللي عندهم القوة الخارقة اللي احنا عرفناها في الفيلم الاولاني، وانها تقدر تحس بتحركات فالك اكتر من البشر العاديين، فممكن تكون عايزة توقفها وعايزة كمان تقتلها عشان ما تعيقش الخطة بتاعتها. بس عامة انا استمتعت بفيلم زنان الجزء الاول. هو مش افضل فيلم، في حاجات كتير قوي فيه مش حلوة، لكن عامة هو كفيلم رعب كان ممتع جدا. فانا مستني قوي الجزء التاني ده، وهكون بتكلم عنه هنا على القناة.